السلام عليكم، شلونكم؟ سويت كيكة الطاوة سهلة وبسيطة وسريعة، وخصوصا إذا يجيكم خطال ما تطول. بيضة وشكر وفانيلا، خلطتها إلى أن ذاب الشكر، خليت الزيت وبعدها خليت الحليب الدافي، بعدها خليت الطحين وكاكاو باودر وبيكنج باودر ورشة ملح، وراح انخلهم في بعض الأحيان أو أنصح كلش زين بالكيك إنه ينخل الطحين والمواد الجافة مرتين، أفضلها طبعا. أنا هنا خلطها مرة واحدة، خلطتها وخليتها على الطباخ شغلته وخليت عليه سيباية ونصيته كلش، وخليت الكيكة وقبضتها 20 دقيقة صارت بهالشكل. بعدها شوكتها، طبعا تقدرون تسقوها بأي نوع حليب تحبوا، بس أنا فضلت إنه ما أسقيها هالمرة لأن هي أصلا كلش هشة. الصوص اللي سويته البارحة مقادير حكتبها من أسفل الفيديو، أخذت من عنده وخلطتها بعلبة قشطة وخليتها على الوجه وزينتها، وهذا التزيين البسيط. أي شي تقدرون تزينون، فستق حلبي مطحون أو بسكت مطحون، أي شي تحبون. هذه المقادير اللي أنا سويتها تقدرون تشوها همينة بالفرن، يعني بأي قالب وتخلوها بالفرن كهربائي أو غازي، حسب يعني ما تحبون. الحلو بالكيك إنه نقدر نشوف بالفرن الكهربائي، الغازي، القلاية، على الطباخ. أنا قلت سويتها هذه على الطباخ طبعا، وأطيب شي يطلع بالغازي. وبس، أتمنى عجبتكم.